بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده اعمل معاكم مكرونه وكبده. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه. هنا ايه، انا جبت الكبده، جبتها ما غسلتهاش، ما بتتغسلش الكبده يا جماعه. هتعمليها ايه؟ هتجيبيها كده شرايح، تمام، وتجيبي شويه خل، نص كوبايه خل كده، وليمونتين، وايه، حطي فيهم الكبده. تمام. ويدوبك الفها بس بالمعلقه كده تقلبتين، واحطهم بقى في مصفى واسيبها خالص. تمام. بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو جدا. تمام. الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. خلاص. زي ما قلت لكم كده، دي بتطهريها وبتنزلي الدم اللي فيها كلها. جربيها وهتعجبك ان شاء الله. تمام. هنا بقى ايه، انا هجيب بقى ايه، معلقتين من الشطه، او معلقه من الشطه، ومعلقه من الثوم. دولت انا هحطهم في التلاجة عندي، بسحب منهم يعني، بخزنه في التلاجة وبسحب منه توم. ادي معلقه من الثوم. تمام. اهي معلقه من الثوم، ما تكتريش توم برضو اهي. معلقه برضو من الشطه. ممكن تحطي شطه خضراء عادي براحتك، ما عندكش متوفر براحتك برضو. ممكن تحطي شطه حمراء من التانية اللي هي الناشفه، برضو مفيش مشكله. تمام. احط بقى ايه، احط لها بهاراتها حاجتها كلها، بحيث ان انتي ما تحتاجيش لها حاجه تاني. شويه الملح. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مش عايزه احط لها فلفل اسمر عشان ما تسودش، ومش هحط شطه برضه عشان انا حاطه شطه. هم حبه الملح وشويه الكمون اهمت، وشويه خل. هجيب لكم دلوقتي الخل. تمام. هي دي التتبيله بتاعتها اللي بتجيبيها متبله من عند الراجل، هي دي التتبيله بتاعتها الاساسيه. خلاص. اللي انا عملتها دي هي التتبيله الاساسيه بتاعتها. هجيب شويه خل. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا الطماطم دي كانت عندي مضروبه، كنت حاطاها في الفريزر. تمام اهي. شويه خل وليمونيه. خلاص. هروح اجيب ليمونيه، متقلقوش. هقلبهم كده ببعضهم. دول بقى انا هصبهم عليها، وايه، وهقلبها كده. دي التتبيله بتاعتها اللي هي الاساسيه. خلاص. يعني انت ساعات بتروحي تجيبي من عند الراجل كبده متبل، هي دي التتبيله. مش هتاخد معاكي 3 دقايق اهي. جبت ليمونيه كده واعصرها اشيل منها البذر اهمت. هقلبهم كده واحطهم بقى ايه على بعض، واسيبها بقى في التلاجة تتبل مع نفسها. كل انا ايه، قبل ما اخلص الاكل كله هخلي الكبده اخر حاجه. تمام. ده نص كيلو كبده والله يا جماعه. بس يعني حصرته مفيهوش حاجه خالص اهوت. هقلبها كده فيها بعضها كده، واحطهم بقى في التلاجة يتبلوا بقى ايه مع نفسهم. خلاص. اهو كده تمام. بس بسم الله ما شاء الله، مش منزله دم ولا اي حاجه. جرب الغسل اللي انا قلتلك عليها دي، هتعجبك جدا. هنا جبت حله من الحله، وحطيت شويه زيت عشان بقى ايه، اعمل تسبيكه المكرونه بتاعتي. خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ماشي. شويه الزيت يقدحوا كده، واحط معلقه من التوم. تمام. يا دوبك بس تصفر. اقلبها دلوقتي، يا دوبك تصفر كده. واحط لها ايه، الطماطم ما ضربتهاش معاكم عشان كانت عندي طماطم في الفريزر. تمام. متصفيه وجميله جدا اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. تمام اهي. احط لها بقى بهاراتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ملح. ملح وفلفل اسمر. شويه كمون، وشويه شطه. تمام. دوك شويه كزبره. تمام. حاجه ده كلها تحطيها معاها وتقلبيها. تمام. هغطي عليها بقى واسيبها براحتها خالص تتسبك مع نفسها. هي بسم الله ما شاء الله عليها مش محتاجه يعني، في ثواني هتتسبك. خلاص. هجيب بقى ميه المكرونه، احط ميه المكرونه على النار اللي انا ايه عايزه اسلقها. تمام اهي. هنا ضغط على الغطا بتاع الحله دي، مش لاقياه، اختفى من قدامي ازاي مش عارفه.
كانت حبيبه مش موجوده اهي. عبال بقى ما الميه تغلي اكون انا عملت ايه بقى، قليت بقى شويه بتنجان كده. خلاص نقلي البتنجان معانا. ديت بقت الدقه بتاعت البتنجان، معلقه من التوم، معلقه من الشطه الحمراء، تمام. ودول شويه الملح، شويه كمون عليهم، عشان ايه ما حبيتش ان انا اغير التليفون يعني، فعملتهم كده بسرعه ومعاكم اهو. هنا بقى التسبيكه اهيت على النار، يعني هي كده يعتبر التسبيكه خلصت، والميه برضو خلاص هي قربت تغلي. ماشي، هطلع بقى معانا البتنجان كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نطلع البتنجان، طبعا عامله الدقه بتاعته كل حاجه. البتنجان بقى هسيبه يبرد خالص براحته وهحشيه معاكم. خلاص عبال ما اخلص المكرونه وكده، وبعد كده ايه هقعد معاكم ايه احشيه. خلاص ننزل بقى الزيت بتاعنا، ميتنا غليت، بسم الله ما شاء الله. دي بقى مكرونه، كان عندي مكرونه شرايط ومكرونه ايه اسباجيتي. خلاص طب اعمل دي لوحديها ودي لوحديها؟ لا، انا هعملهم مع بعض نفس السوا، ما تقلقوش. تمام، ما بانتش خالص، شكلها جميل جدا، هتعجبكم. اهي ديت مكرونه اللي هي الاسباجيتي، والتانية شرايط، يعني نص من ده ونص من ده. خلاص حطيت شويه الملح. لو المكرونه بتاعتك من نوع نضيف ما تخافيش، ما تحطيش زيت في الميه. انما لو انت شاكه في المكرونه بتاعتك ان هي مش نوعها مش كويس، لا حطي شويه زيت. خلاص في الميه اللي بتتسلق فيها. دي كانت التسبيكه بتاعتي خلصت. هركز بقى على المكرونه شويه، على المكرونه اللي بتتسلق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اهيت. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هفضل بقى ايدي معاها كده، ما تخليهاش مستويه خالص لدرجه ان هي تعجن، وما تخليهاش نيه برضو، في المعقول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اهي. كده تعتبر طابت خلاص، ما فيهاش اي حاجه خالص. ايوه هي كده طابت، انت بتعرفيها. تمام نصفيها بقى. يلا بينا. كده طفيت عليها انا، اروح اصفيها بقى ايه وارجع لكم تاني. خلاص اجيب حله اللي انا هعمل فيها ايه المكرونه بقى، واحط ايه عليها الصلصه. خلاص اجيب الحله احطها كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احط فيها شويه زيت، مش كتير، شويه صغيرين. تمام. ليه؟ عشان اغلف بيها المكرونه. خلاص اما اغلف بيها المكرونه دي بتفضل معاكي من اول حبايه لاخر حبايه، وهي يعني مش ماسكه ببعضها ولا اي حاجه خالص. خلاص، وخصوصا بقى لو انت حبيتي ان انت تخلي المكرونه لوحديها والصلصه لوحديها، بتخلي معاكي المكرونه لحد الاخر خالص. مش لازقه ولا اي حاجه. تقلبيها كده ببعضها الاول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه. تمام. اهو نجيب بقى الصلصه بتاعتنا، واحط حبه بحبه، مش كتير، بحيث ان هي المكرونه ما تبقاش صلصتها كتير، وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه بيضه يعني. تمام. اهو انا هنا الاضاءه عندي ما كانتش مظبوطه، عشان كده تحس ان المكرونه بيضه، مع ان والله كانت حمرا جدا. هوريها لكم دلوقتي برضو. تمام اهي، بسم الله ما شاء الله. احنا عمالين نفتح ونغمق في الاضاءه عشان ايه تدينا اللون اللي هو الايه اهو. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. وكمان كان في مكرونه صلصه طابت فاضت اهي. بص منظرها، اسفه، يعني شكلها كان حلو جدا بصراحه. اللهم صل على النبي. تمام كده انا خلصت المكرونه خالص. ماشي، هروح بقى ايه هحط بقى الكبده على النار واوريكم بقى هعمل ايه تاني. تمام، شويه زيت صغيرين كده، اسيبهم لما يقدحوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم الزيت يقدح يا جماعه. خلاص لما الزيت ما قدحش وحطيت الكبده او حطيتي اي حاجه في الدنيا والزيت بتاعها او سمنتها مش مقدوحه، هتنزل معاكي ميه. خلاص لازم تعمل التش دي. خلاص اهي. هقلبها كده كويس جدا واسيبها بقى براحتها، واغطي عليها واسيبها براحتها. اروح بقى الناحيه التانية.
كده غيرت بقى التليفون. اروح الناحيه التانية احشي بقى البتنجان. طبعا احنا عارفين، انا قلت لكم الحشو بتاعها كان عامل ازاي. معلقه توم اسفه، معلقه توم، معلقه من الشطه، شويه كمون وشويه الملح، وقلبتهم على بعض وهم دول. خلاص تحطي معاهم ليمونيه براحتك خالص، يعني عايز تعصري من فوق براحتك برضه. تمام. هنا الشطه دي بتاعت الكبده. انا كده خلصت الباذنجان، هركنه بقى. تمام. نخرط بقى الشطه بتاعت الكبده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو طرنشات صغيره كده، ونخلي قرن كده فيهم، يعني ايه، حامي شويه كده، بحيث ان هو ايه حنط الكبده يعني. خلاص خرط خرط صغيره كده، طرنشات. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام كده كانت الكبده يعتبر استوت معايا، كانش فيها اي حاجه خالص. ماشي، تعتبر استوت خلاص، طابت كده يعني. خلاص هقلبها كده ببعضيها، هديها بس سنه عيد خل صغيره خالص. ماشي، بحيث ان الفلفل برضو ايه ياخد ويدي. هوريكم دلوقتي اهي. ندع بص يعني رشه صغننه خالص كده. تمام. اهي طابت وجميله، طعمها كان زي العسل، بألف هنا وشفا. وادي منظر الاكل يا جماعه بعد ما خلص. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ايوه يا روكا، هتدوقي؟ طب كنت قولي. اهو بس بسم الله ما شاء الله، يعني المكرونه مفرفره معانا وجميله ازاي، اللي هي شرايط والتانية بصراحه يعني كانوا الاتنين طيبين وجمال جدا اهي. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا يا جماعه. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.